وعلشان كده قررنا نقدم واحدة من أكبر السلاسل اللي مش هتلاقيها على اليوتيوب بنشرح فيها N8N من البداية. يعني إيه من البداية يا صديقي العزيز؟ لأنك لو جيت اتعلمت N8N هتلاقي أول حاجة أنت بتبتدي بيها وهي التريجر، ودي أهم جزئية في N8N. فقررنا نعمل سلسلة باسم تريجر بالعربي بنشرح فيها كل التريجرات الموجودة في N8N بالتفصيل، بحلولها بمشاكلها وإزاي تقدر إن أنت تستخدمها. فاللي ما يعرفنيش، أنا إبراهيم مؤسس بصمة، وبصمة هي أول AI Automation Agency بتقدم حلول للشركات، وهدفنا إن احنا ندخل ال AI في أغلب البيزنس الموجودة في مصر. فمن غير كلام كتير يلا بينا في أول سيشن بتاعت النهاردة في السلسلة دي بعنوان يعني إيه تريجر. النهاردة هنشرح واحد من أهم الحاجات الموجودة في N8N وهو التريجر. دي البيزكس اللي لازم تكون عند أي حد بيشتغل على N8N. وفي السلسلة دي احنا مش هنشرح تريجر واحد بس، احنا هنشرح كل تقريبا التريجرات الموجودة في N8N، لأن الهدف إن القناة بتاعتنا تكون مرجع لأي شخص بيشتغل على N8N بخصوص موضوع التريجرات. احنا في فيديو النهاردة هنتكلم وعايزين نعرف أكتر يعني إيه تريجر. بكل بساطة التريجر هو اللي بيشغل الورك فلو، او التريجر هو اللي بيصح الورك فلو، وهي اول خطوه في اي اوتوميشن انت بتبنيها، وكل ده هنعرفه مع بعض في حلقه النهارده. طيب خلينا نبسط المعلومه عشان تبقى فاهم اكتر انا بتكلم عن ايه. لو فتحت N8N وعملت ورك فلو جديده، فانت كده بتبني نظام صغير. النظام ده ممكن ياخد بيانات عميل يسجلها في جوجل شيت، يبعت رساله على الواتساب، يبعت ميل، يستخدم AI علشان يلخص رساله، يصنف عميل. كل ده في الاخر بيندرج تحت قسم الاكشن. بس احنا هدفنا ان احنا نفهم الاول ازاي كل ده بيشغله. لان هسألك سؤال دلوقتي، ازاي كل ده هيشتغل؟ اجابة السؤال هتكون عن طريق التريجر. فالتريجر ده هو اللي بيدي الامر للورك فلو ان انت هتشتغلي، اشتغلي لما ده يحصل. فالتريجر هو الحدث اللي بيقول N8N ابدأ اشتغل دلوقتي، وهو نقطة بداية الورك فلو. من غير التريجر ده الورك فلو موجودة بس مستني الاكشن علشان يشتغل، عامل زي ماكينة موجودة في المصنع بس مفيش زرار تدوس عليه عشان الماكينة دي تشتغل. بكل بساطة صديقي التريجر هو اللي بيشغل الماكينة دي، وفي حالتنا دي هو اللي بيشغل الورك فلو. خلينا ناخد مثال عملي. تخيل انك عندك شركة وفي عميل دخل على موقعك وملى فورم علشان يطلب خدمة. انت عايز اول لما الفورم دي تتملى تروح على N8N الورك فلو تبدأ تشتغل، بيانات العميل هتتسجل في جوجل شيت، رسالة تتبعت للعميل على الواتساب، ولو العميل مختار خدمة معينة يتعمل له تصنيف وهكذا. كل الخطوات دي بيندرج تحت قسم الاكشن. بس احنا ما يهمناش دول، احنا يهمنا ايه اللي هيشغل الخطوات دي كلها، هو التريجر. فهيجي هنا نود مهمة جدا وهي اسمها اون فورم سبمشن، المسؤولة عن اي فورم بتتملى تدي امر ل N8N ان الورك فلو تشتغل. فبكل بساطة في فورم في N8N اسمها اون فورم سبمشن. لو دخلنا على N8N كده، هي دي الفورم اللي انا بكلمك عنها، اسمها اون فورم سبمشن. اول لما الفورم دي تتملى انت بتكون موصلها بالاكشن اللي بعدها، او موصلها بالنود التانية علشان تدي الامر للنود اللي بعدها انها تعملي وظيفة معينة. او مثلا زي ما اتفقنا اول لما الفورم دي تتملى تبدأ الورك فلو تشتغل. فالتريجر هو اللي بيجي في اول الورك فلو. طيب خلينا ناخد مثال تاني علشان تفهم. لو انت عندك تقرير يومي عايزه يتبعت كل يوم الساعة 9 الصبح للمدير، هنا مفيش عميل بعت فورم ومفيش فوق ومفيش رسالة وصلت. فالحدث هنا بيشتغل عن طريق الوقت. اللي بيشغل الورك فلو هنا في المثال ده هو الوقت. بنستخدم ورك فلو او بنستخدم نود اسمها سكيدجوال تريجر، لان السكيدجوال تريجر في N8N دي المسؤولة عن جزئية الوقت. اول لما تيجي مثلا او انت تبرمجها على الساعة 9 الصبح، الساعة 8 الصبح، 7 بالليل، 6 المغرب، 4 العصر، هي دي اللي بتشغل الورك فلو. اول لما تبدأ ان يجي الوقت اللي انت مبرمج النود دي عليها بتبدأ الورك فلو تشتغل. خلينا نروح على N8N اوريك شكل النود دي. هي دي النود بالمناسبة كده عشان افهمك، دي اسمها نود، يعني دي اسمها نود، ودي المساحة اللي انت بتشتغل فيها. كل واحدة من دول اسمها نود. النود دي بترتبط بالنود اللي بعدها وبعدها وهكذا. بس دول علشان تريجر فمش هينفع نربطهم ببعض. وملحوظة كمان، في تريجرات ممكن تيجي في البداية وممكن تيجي في النص وممكن تيجي في النهاية، وهنفهم الموضوع ده اكتر في السيشن الجاية. انا بس عايز اوريك شكل النود بتاعت التريجر علشان تبقى فاهم. دي السكيدجوال تريجر المسؤول عن جزئية الوقت. تمام. طيب خلينا ناخد مثال تالت عشان تفهم. لو انت بتجرب الورك فلو ومش عايز الورك فلو تشتغل اوتوماتيك يعني وهكذا، عايزها تشتغل اول لما انت تدوس على زرار معين زي زرار التشغيل اللي احنا اتفقنا انه موجود في المصنع عشان تشوف النتيجة في ساعتها، هنا هنستخدم نود اسمها المانيوال تريجر. ودي شكلها في N8N اهي. وين كليك اكسكيوت ورك فلو، اول لما تدوس اكسكيوت تبدا الورك فلو تشتغل علشان تشوف النتيجه وتجرب السيستم بتاعك. طيب خلينا ناخد مثال رابع عشان تفهمني اكتر. لو انت عندك موقع او سيستم خارجي عايز يبعت ل N8N او يكلمه يعرفه انه في طلب جديد او عمليه دفع جديده حصلت، هنا بيجي دور نود اسمها الويب هوك.
ودي عبارة عن رابطة ما بين ال init وموقعك الخارجي أو البرنامج اللي انت شغال عليه خارجي. اول لما الموقع الخارجي ده يبعت اشارة ل init تبدأ الورك فلو تشتغل، والورك فلو تفهم ان في حاجة هنا، اديني امر ان انا اشتغل واشغل الورك فلو. فدي شكل الورك فلو، دي شكل النود اللي بكلمك عنها اللي هي الويب هوك نود. دي طبعا بنسبة 80% بتبقى موجودة في البداية وفي النص وفي آخر الورك فلو، موجودة في كل حتة يعني. فزي ما قلت لك في تريجرات مش بتعتمد عليها في الأول، بس في تريجرات ممكن تجيلك في النص عادي. فأنت كده بقى عندك أكتر من طريقة تقدر تبدأ بيها الورك فلو بتاعتك، مرة تكون بإيدك، مرة تكون بوقت محدد، مرة البداية تكون بإرسال فورم ببداية طلب جديد أو سيستم من بره، أو إن أنت تكلم init من مصدر خارجي. فكل دي اسمها تريجر. علشان كده اهم تعريف لازم تحفظه هو ان التريجر هو نقطة بداية الورك فلو، او ابسط طريقة التريجر هو الحاجة اللي بتصحي الورك فلو وتقول له اشتغل. يبقى هنا اي حاجة بتيجي في الاول اسمها تريجر، اي حاجة بتيجي في الاول اسمها تريجر، ودي اللي بتدي الامر للورك فلو كلها علشان تشتغل. بعد كده بعد التريجر بيجي حاجة تانية اسمها الاكشن، ودي اللي بتاخد الامر من التريجر علشان تشتغل. فالاكشن دي هنشرحها بالتفصيل في السيشن اللي جاي، وهنعرف الفرق ما بينها وما بين التريجر. خلينا اديك نبذة عنها. الاكشن زي مثلا اي حاجة بتيجي بعد التريجر زي ما اتفقنا، تبعت ايميل، تكلم اي بي اي، تستخدم اي اي، تفلتر بيانات، وهكذا. كل دي بيندرج عليها او بتنقسم الى او تحت قسم الاكشن. لكن التريجر هو اللي بيجي في البداية. ولو انت لسه جديد في ان فاحفظ السؤال ده كويس، لان اجابة السؤال ده هيوفر لك 20% من وقتك في بناء الورك فلو. ايه الحدث اللي المفروض يشغل الورك فلو؟ فانت تبدأ تسأل نفسك السؤال ده، ولو عرفت تجاوب على السؤال ده فانت قطعت نص الطريق في اختيار التريجر الصح. في السلسلة دي هنشرح تريجرز كتيرة جدا وغيرهم كتير. احنا تقريبا هنشرح التريجر كلها اللي موجودة في ان لان هدف السلسلة زي ما قلت لك ان القناة دي تكون مرجع لأي شخص بيشتغل على ان هنشرح كل التريجرات دي، المانيوال تريجر والسكيدجوال والويب هوك والفورم والتليجرام والواتساب والجيميل، كل دول اسمهم تريجر وغيرهم كتير. بس قبل ما تدخل في اي واحدة فيهم لازم تفهم ان كلهم بيجاوبوا على نفس السؤال: امتى الورك فلو دي هتبدأ؟ ولو جاوبت على السؤال ده فانت زي ما قلت لك وفرت على نفسك 20% من بناء الورك فلو. بص يا صديقي، الخلاصة علشان تكون فاهم احنا خدنا ايه في سيشن النهارده: لو عايز اي اوتوميشن تبدأ لما تضغط بايدك هتختار المانيوال تريجر، ولو عايز تبدأ بوقت معين هتختار السكيدجوال تريجر، ولو عايزة تبدأ لما بيانات تجيلك من بره غالبا هتفكر في الويب هوك او الفورم سبمشن او تريجر خاصة بالابليكيشن اللي جايلك منه الداتا من بره زي تليجرام مثلا، اون مسج. ولو عايز تبدأ بسبب حدث او تطبيق خارجي زي جيميل او واتساب هتدور على التريجر اللي ليه علاقة بالابليكيشن ده. فانت كده في اول حاجة فهمت التريجر بيتكلم عن ايه، فهمت اول حجر اساس في ان وفي الحلقة الجاية هنشرح الفرق ما بين الاكشن والتريجر، علشان دي نقطة لو فهمتها صح بناء اي ورك فلو هيبقى اسهل بكتير، وهيميزك عن اي شخص بيشتغل على ان فكل اللي انا طالبه منك ان انت تتابع السلسلة دي، لان هدفنا بكل بساطة انك تتعلم الاوتوميشن بشكل عملي وتعرف تستخدم ال ان والاي اي علشان تبني انظمة حقيقية تفيدك وتفيد شغلك. وبس ده كان فيديو النهاردة، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو انت مهتم بمجال الاي اي وحابب تعرف اكتر اعمل لي فولو.